مشاهدينا في كل مكان، اسعد الله اوقاتكم اينما كنتم بكل خير. نشرة الاخبار نقدمها لكم من الفضائية الارترية، نستهلها بالعناوين. مهرجان ارتيا 2024 والذكرى ال50 لمهرجان بولونيا يسهم في توريث التاريخ. قسم عيادة الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى روتا تقدم خدمات ناجعة. المواطنون في ليبان بمدينة لوغو عن سبا يعبرون عن ارتياحهم لخدمات المياه. بيلاروس تعزز أمن حدودها بعد اتهام أوكرانيا بانتهاك مجالها الجوي. سفينة أمريكية بقبرص تتأهب لعمليات إجلاء حال تفاقم التوتر بالشرق الأوسط. و13 قتيلا في انهيار مكب نفايات بيوغندا. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أفاد زوار مهرجان إرتريا لعام 2024 والذكرى ال50 لمهرجان بولونيا أفادوا إلى أن المهرجان فضلا عن جوانبه الثقافية والترفيهية ظل يساهم بشكل كبير في توريث تاريخ نضالنا، وقاموا بزيارة جناح مرور 50 عاما على مهرجان بولونيا وشاهدوا كيف تطور التجمع الوطني السنوي الذي بدأ في عام 1974 بعدد صغير من المشاركين والأنشطة إلى تجمع وطني كبير. وقالوا أن المعرض يسلط الضوء على مساهمات الجاليات الإرثية في أوروبا وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط وأفريقيا في النضال التحرري والهوية الوطنية والوحدة وتنشئة الأطفال والشباب بالقيم الوطنية وبرامج التصدي على مدى نصف القرن الماضي. وفي الختام حثوا على ألا تقتصر البرامج التاريخية على المهرجانات السنوية، داعين للعمل عليها بطريقة مدروسة ودفعها إلى أبعد من ذلك. وقال ممثل اللجان المجتمعية أن الجالية الإرثرية باعتبارها الجبهة الرابعة لعبت دورا كبيرا في الحفاظ على الثقافة والهوية وتحقيق برامج النضال الوطني والتنمية، مضيفين بأنها لعبت أيضا دورا مهما في مكافحة حملات التشويه لسمعة إرتريا، وتواصل القيام بذلك بتنظيم أقوى. وقد اتخذ التجمع الوطني الذي بدأ عام 1970 في ميونخ الألمانية بمشاركة المنظمات الجماهيرية والشباب اتخذ شكل مهرجان منذ عام 1974 في مؤتمر استضافته بولونيا بإيطاليا، ويسهم إسهاما كبيرا في التجمع الوطني وتعبئة اللاجئين الإرثريين. وتظهر الوثائق التاريخية أيضا أنه لعب دورا فعالا في التعريف بنضالنا التحرري ودعمه. يقدم قسم عيادة الأنف والأذن والحنجرة المدشن في مستشفى روتا المرجعي الوطني خدمات صحية ناجعة. وشرحت المختصة بأمراض الأنف والأذن والحنجرة الدكتورة ألم تخلو أن الجهود التي تبذل لرفع كفاءة الكادر الطبي مع استحداث الأجهزة المستعملة بجانب إجراءات تحسين المعاملة تثمر في تقديم خدمات بمستوى أفضل. وأفادت الدكتورة ألم أن العيادة تستقبل 100 حالة يوميا من جميع أنحاء البلاد، وبهذا قدمت خدمات لأكثر من 8300 حالات جديدة و3400 حالات المتابعة الصحية. كما تمت بنجاح 284 عمليات جراحية حرجة و55 عمليات جراحية بسيطة في السنة أو في 6 أشهر الماضية. كما أوصت الجميع للحد من استعمال العلاجات الشعبية وعدم تهاون الآباء في حال حدوث التهابات في الأنف والأذن والحنجرة التي توصل الأطفال إلى مراحل خطيرة في حالة تأخر بتلقي الرعاية الصحية. وأشاد الإخصائية أمينة جبرس جابير بدورها أن ارتفاع الكفاءات الطبية تثمر في رقي الخدمات المقدمة في العيادة. وشكر المواطنين بالخدمات التي يحصلون إليها في عيادة الأنف والأذن والحنجرة، مناشدين الآباء بالإسراع لتلقي الرعاية الطبية في حال إصابة أطفالهم بالتهابات الأنف والأذن والحنجرة. أعرب سكان ضاحية ليبان في مدينة لوغو عن سبا عن الارتياح لخدمات مشروع المياه الذي أرسي قبل 5 سنوات وأسهم كثيرا في حياتهم خاصة للمرأة.
وأوضح مدير الضاحية السيد تسفاي كستي أن السكان كانوا يتوجهون لمسافة بعيدة من أجل جلب المياه سابقا، وعانت المرأة من ذلك كثيرا. وذكر بأن سدا جديدا يتم تشييده لتوفير المياه توخيا من حدوث نقص في المياه نتيجة تزايد السكان وإمكانية قلة الأمطار. وأشارت نساء الضاحية إلى معاناتهن السابقة في جلب الماء، مؤكدات تسير حياة مستقرة حاليا. أرسي مشروع مياه ليبان عام 2019 عبر مشروع الدهلو بمد أنابيب المياه من مينفحي. أفاد مكتب سلطة الغابات والحياة البرية في الإقليم الأوسط إعداد أكثر من 2,000,000 شتلة أشجار زرع منها 60% حتى الآن. وأوضح السيد أبراهام تخلو قيام أعضاء الفرقة العسكرية 60 بأنشطة حماية التربة وحفظ المياه والتشجير يوم 10 من أغسطس، وذلك في منطقة بيت قرقيس. وقال قائد الفرقة العسكرية المقدم يوسف هيلم إن الوحدة قامت من قبل في بناء سد درفة، وتعمل منذ منتصف شهر يوليو في بناء المدرجات والحواجز المائية وإعداد الحفر في منطقة بيت قرقيس. وذكر المشرفون على النفير القيام بأنشطة فعالة متبعين توجيهات مكتب سلطة الغابات والحياة البرية. وتعهد أعضاء الفرقة العسكرية 60 على متابعة ورعاية الشتول الأشجار المغروسة في موسم الخريف لضمان نموها. نظمت في مديرية عد أيح في 6 من أغسطس الجاري ندوة حول أهمية التعليم بلغة الأم. أشار مسؤول التعليم بالمديرية الأستاذ بعيد تسفاي أن لغة الأم تساهم في تنمية الهوية الوطنية لأنها تشمل القيم القومية. ناشدت لجنة تنظيم التعليم بلغة الأم الأعيان والمتأثرين في المجتمع للمساهمة في مواجهة التحديات التي تواجه أنشطة التعليم بلغة الأم. وأوضح مدير مديرية عد أيح سيد هبتة تسفازقي اجتهاد المديرية لتوسعة برامج التعليم بلغة الأم نظرا إلى أهميتها في المصلحة الوطنية، معبرا عن أمله بمساهمة المجتمع بالمشاركة في التعليم بلغة الأم. أشاد المشاركين بدورهم إلى فائدة التعليم بلغة الأم في المرحلة الابتدائية، مؤكدين مشاركتهم الواسعة في نجاح الجهود المبذولة. قدمت في مديرية عد خالة مساعدات مالية بالإضافة إلى أنشطة النفير في مزارع أسر الشهداء. أفادت مسؤولة الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة بمديرية عد خالة السيدة نبيات بهلبي أنه قد تم تنفيذ مشاريع النفير الجماعي في 22 ضاحية بالمديرية، شملت حرث 1538 مزرعة تابعة ل 540 أسرة الشهيد، والعناية بالمزارع التابعة ل 71 أسرة الشهيد، بالإضافة إلى تقديم 97,000 نافع للأسر، موضحة مواصلة الأنشطة حتى مرحلة حصاد المحاصيل. شكرت أسر الشهداء بدورها تعاون الحكومة والشعب في حراثة مزارعهم في الوقت المناسب للاستفادة من الموسم الزراعي لهذا العام. وأوضح مدير قرية إندا قرقيس السيد أرأي يعبي ومدير ضاحية عد أخيلو السيد زرأي نقاش أن المساعدات التي تقدم لأسر الشهداء هي من واجبات المجتمعية النبيلة. مشاهدينا، فاصل قصير من ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، فكونوا معنا. على الصعيد العالمي، أرسلت بيلاروس قوات إضافية لتعزيز حدودها مع أوكرانيا، قائلة إن طائرات مسيرة أوكرانية انتهكت مجالها الجوي في أثناء التوغل العسكري لكييف في منطقة كورسك الروسية. وقال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو إن قوات الدفاع الجوي دمرت عدة طائرات مسيرة أوكرانية، من بين نحو 10 طائرات بعد أن انتهكت المجال الجوي لبيلاروس في منطقة موغليف الشرقية المتاخمة لروسيا. وأضاف أن القوات دمرت طائرات مسيرة أخرى في وقت لاحق بالقرب من مدينة ياروسلافل الروسية. وقال وزير الدفاع فيكتور خرينين إن بيلاروس تعتبر انتهاك مجالها الجوي استفزازا وإنها مستعدة للرد. قالت السفيرة الأمريكية لدى قبرص جولي فيشر إن سفينة أمريكية هجومية لديها إمكانية المشاركة في عمليات إجلاء المدنيين قد رست بقبرص، وذلك وسط الترقب في الشرق الأوسط. ووصلت السفينة الأمريكية واسب إلى ميناء ليماسول جنوب قبرص في 8 من أغسطس، فيما قالت قبرص إنها ليست طرفا في أي عمليات عسكرية أو صراع.
وقال مسؤولون في قبرص إن الجزيرة على أتم الجاهزية للمساعدة في إجلاء الأوروبيين ومواطني دول أخرى إذا تفاقم الصراع في الشرق الأوسط. ويثير التوتر بين إسرائيل من جهة وإيران وحزب الله من جهة أخرى مخاوف من اندلاع صراع أوسع في المنطقة، والتي تعيش حالة من التوتر بعد 10 أشهر من الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، وما عقبتها من عمليات اغتيالات متتابعة لقادة من حماس وحزب الله. قالت الشرطة الأوغندية إن عدد القتلى جراء انهيار أرضي في مكب نفايات كبير في العاصمة كامبالا ارتفع إلى 13 قتيلا، بينما يواصل أفراد الإنقاذ البحث عن ناجين. وانهار جزء من مكب النفايات الوحيد في المدينة بعد هطول أمطار غزيرة على مدى أسابيع، وهو ما أدى إلى طمر منازل قريبة بينما كان السكان نائمين. وقال المتحدث باسم الشرطة باتريك أونيانغو آخر عدد لدينا هو 13 قتيلا، لكن خدمات الإنقاذ مستمرة. وأضاف أن عدد من جرى إنقاذهم بلغ 14 شخصا على الأقل حتى الآن، مشيرا إلى احتمال بأن يكون هناك المزيد من المحاصرين لكن عددهم غير معروف. ضربت موجة حر شديدة عددا من الدول الأوروبية من بينها إسبانيا، إذ وصلت درجات الحرارة في مدريد إلى 40 درجة مئوية خلال فترة الظهيرة. لهذا السبب قررت العاصمة الإسبانية فتح بعض المواقع السياحية مجانا في أكثر ساعات اليوم. وخرج سكان مدريد والسائحون إلى الشوارع في أحد أكثر أيام السنة حرارة حتى الآن، متحدين الحرارة الشديدة مع ارتفاع درجات الحرارة في جميع أنحاء المدينة. وأجبرت الشمس السكان المحليين والسياح على حد سواء على البحث عن ملجأ في الظل النادر المتاح. وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية تحذيرات مع اقتراب موجة حر كبيرة أخرى، ومن المتوقع أن تضرب المناطق الداخلية ووديان الأنهار في شمال شرق إسبانيا بشدة. نختم نشرة هذا المساء مشاهدينا الأكارم بذكر أهم وأبرز العناوين. مهرجان إريتريا 2024 والذكرى الخمسين لمهرجان بولونيا يسهم في توريث التاريخ. قسم عيادة الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى أروتا يقدم خدمات ناجعة. المواطنون في ليبان بمدينة لوغوعنسبا يعبرون عن ارتياحهم لخدمات المياه. بيلاروس تعزز أمن حدودها بعد اتهام أوكرانيا بانتهاك مجالها الجوي. سفينة أمريكية بقبرص تأهب لعمليات إجلاء حل تفاقم التوتر بالشرق الأوسط. و13 قتيلا في انهيار مكب نفايات بأوغندا. سادتي سيداتي، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. هذه تحيات الفريق العامل، شكرا لحسن الإسماع والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.